واحد كان متخيل ان هو شاف كل حاجه في كندا، بس اللي هنا في كندا جديد كل يوم، يعني زي ما بيقولوا كده كل يوم حاجه جديده. طبعا اول ما جيت كندا كان مش اول ما جيت، اللي انا عارفه يعني كان الاب والام ذكر انثى طفل او اولاد، ده كان الطبيعي. بعدين واحده واحده فهمت ان في ذكر وذكر واولاد، موافق او معترض، في وانثى وانثى واولاد. تمام، فدي بقت الحياه هنا وخلاص وبقت موجوده يعني. امبارح كيباك بقى عملت حاجة جديدة، وهو النهاردة يوم 1 مايو النهاردة طلعت قانون بيتيح بحاجة اسمها ترابل، زي الدبل كده. فتوقع الترابل ده ايه؟ عبارة عن ان يكون في طفل عنده اب وام وام، او اب وام واب، او ام وام وام واب واب، المهم مجموعه كده مختلطه من الناس. لكن ده طبعا بيقول لك ان ده لتعزيز الهويه وتعزيز الترابط والحفاظ على ان الطفل يعني يكون متربي في اسره حابه بعض وحاجات زي كده. وده طبعا ملوش دعوه بالجواز التاني، يعني الرجاله ما تفرحش يعني سمحوا بالجواز التاني، لا ده البولاجامي ده مش مسموح بيه اصلا، مش عارف اسمه يعني. اللي هو الزواج التاني ده اصلا لو انت اتجوزت اتنين، يعني انت فرضا انت راجل عايز تتجوز اتنين، ده انت هيتقبض عليك، ده كده كريمنال اوفنس يعني. فمش عارف، قولي لي رايكم في الكومنتس في هذا الموضوع، بس باحترام وادب، وتناولوا الموضوع برويه كده، ونفهم واحنا بنكتب على الكيبورد بتاعنا. بس يلا، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.